كيفاش تعرف الأرقام والتحليلات الرئيسية لتجارتك على COD Partner؟ ادخل COD Partner وسير للقسم المتعلق بالريبورتس. غتلقى أنه منقسم لجزئين. الجزء الأول خاص بتحليلات وأرقام مشروعك بالتفصيل، والثاني خاص بتجارتك من رسوم ومداخيل. أول ما تضغط على Analytics، أي الجزء الأول المتعلق بالداتا، غطلع لك هاد اللوحة اللي فيها جميع statistics ديال البزنس ديالك بالتفصيل وحسب كل سوق. فهاد اللوحة غتلقى مجموعة من الصفحات، أولهم صفحة الأوفرفيو واللي تتعطيك نظرة عامة على الليدز ديالك والطلبات اللي تحت المعالجة واللي تكونفيرمات تم إلغائها واللي تشيبات، بالإضافة إلى معدل التوصيل والتأكيد وغيرها. هاد الإحصائيات كتعاونك باش تعرف جميع الداتا الخاصة بتجارتك في مدة زمنية معينة واللي يمكن ليك تحددها من خاصيات الفلتر. الصفحة الثانية خاصة بالأفيلييت، كتمكنك تتابع جميع الإحصائيات وحالة الطلبات اللي توصلتي بها وغيرها من المعطيات. الصفحة الثالثة خاصة بمقاييس الليدز، من هنا تقدر تعرف عدد الليدز والعدد اللي تم تأكيده، بالإضافة إلى تفاصيل عن حالة كل ليد، هل تم الاتصال به، هل يرد أم لا، وغيرها من الحالات وإحصائيات أخرى عن نسبة التحويل حسب كل دولة. الصفحة الرابعة خاصة بمقاييس الطلبات، كتمكنك من متابعة حالة الطلبات الخاصة بك وعددها والطلبات اللي تم توصيلها وتفاصيل أخرى. ثم عندك الصفحة الخاصة بالمنتجات، من هذا البارت تقدر تعرف كل منتج شحال جاب لك من ليد وشحال تكونفيرما وغيرها من المعلومات. بالنسبة للجزء الثاني أي الخاص بتجارتك أو البيزنس، هنا فين يمكن لك تلقى جميع الرسوم والمداخيل ديالك. عندنا أول حاجة entered fees، أي تكلفة إضافة الليدز للمنصة، ثم رسوم التأكيد أي الكول سنتر، والتوصيل كاين كذلك رسوم الأبسيل والداون سيل بحالات الكول سنتر عزو عملية البيع، ثم رسوم الشحن، الضريبة ورسوم تجارة الدفع عند الاستلام، وأخيرا ثمن المنتج. كتجمع هذه المصاريف كلها وكتعطيك إجمالي المصاريف. ثم عندك إجمالي قيمة المبيعات أي الإيرادات، إجمالي المرتجعات أو الرتور، وأخيرا إجمالي المداخيل بعد خصم جميع الرسوم. هاد الأرقام تقدر تخصصها أكثر وتشوف بالتفصيل إحصائيات كل برودكت. كل ما عليك تمشي لخاصية الفلتر وتحدد المدة والبلد واسم البرودكت، وبهكا غتعرف مداخيلك من كل منتج. إذا محتاج تعرف جواب أي سؤال أو عندك استفسار، تواصل معنا على support@codpartner.com.